السلام عليكم. حلقة جديدة غادي نتلونوا فيها خبر جديد وغريب نوعا ما متعلق بإصدار فرنسا قانون فرنسي جديد سموه قانون الطوارئ العسكري. هذا القانون هذا والبنود اللي جات فيه هي بنود الحقيقة تثير الكثير من التساؤلات وتثير الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة إذا تأملنا مجموعة من البنود اللي وردت في هذا القانون هذا. هذا القانون هو قانون يخول للجيش الفرنسي السيطرة على كل شيء أثناء الحرب وأثناء فترة الاستعداد للحرب من أشخاص وشركات وسلاح وعقارات وكل شيء يوجد فوق الأرض وتحت الأرض. فهنا يمكننا أن نطرح السؤال التالي: هل ستحتاج فرنسا لمستعمراتها خاصة المغرب والجزائر تونس وغيرها من البلدان الإفريقية؟ وهل ستحتاج كذلك الدعم بالمواد الغذائية لتمويل آلة الحرب لديها كما وقع تاريخ الحرب العالمية الأولى والثانية، حين كانت فرنسا كتاخذ البويضات البلديين حتى البيض البلدي، يعني الا كاين شي بيضه بلديه، شي قنينه، شي ارنبه، شي بقره مريضه ولا شي نعجه، وتبعث بها عبر السفن الى فرنسا لتغذيه آلة الحرب. ويمكن ترجع كذلك فرنسا من خلال هذا القانون هذا تفتح باب التجنيد في وجه ابناء هذه المستعمرات هذه واحفاد من شاركوا في الحرب العالميه الثانيه وحرب الاندوشين وغيرها. المهم هذا القانون به مجموعه من البنود، وكما جاء في الديباجه أن السبب في وضعه والبدء في تطبيقه ابتداء من سنة 2024 يعني السنة القادمة، أو تفصلنا فقط بضعة أشهر على بداية تطبيق هذا القانون. حسب ما ورد في الديباجة بابه هي التهديدات الخارجية المقصود بها تهديد الصين، تهديد روسيا وغيرها، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية وما تشكله من تهديد للأمن الفرنسي أو لأمن أوروبا عموما. حسب الديباجة الحرب وصلت إلى بين أرجل فرنسا كما نقول، لهذا أصبح من الضرورة القيام بهذه الإجراءات لتجديد قدرات الجيش القتالية وليكون على استعداد لحماية مصالح فرنسا اللي كانت عملتهم مع الصين. وكان الرئيس ماكرون بين الفينة والأخرى يذهب للصين لأجل عقد شراكات وعقد اتفاقيات إلى آخره. الآن نلاحظ أنه اتجه نحو الهند الغريم التقليدي للصين وعقد اتفاقية دفاع والتكنولوجيا وبيئة كما ورد في صحيفة فرانس 24، أشارت إلى أن الدفاع والتكنولوجيا والبيئة ملامح شراكة استراتيجية بين فرنسا والهند حتى 2047، يعني مدة تقريبا ربع قرن، 25 سنة. هذه الاتفاقية جاءت لدفع الشراكة بين البلدين كما ورد في الصحيفة، تشمل بالأساس التعاون في مجالات البيئة والتكنولوجيا والدفاع والأمن. إذن الصين وروسيا ضد أمريكا وأوروبا والهند، وهذه هي القطبية الجديدة التي ستشكل العالم الجديد. هذا القانون سيعطي الحق للجيش الفرنسي في إلغاء اتفاقيات الفرنسية الكبرى مع كل بلدان العالم، أو على الأقل التعديل في هذه الاتفاقيات بما يضمن مصالح الجيش ومؤن الجيش الفرنسي، بمعنى أنه الجيش مدعو للسيطرة على بضائع هذه الشركات حتى يضمن تمويل الكافي لآلته الشركات. هذا الاتفاق كذلك سيعطي الجيش الحق في تجنيد النساء للعمل بكل المجالات الاجتماعية والاقتصادية إلى آخره. فالمرأة ستعوض الرجل، وهذا يذكرنا بما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين عوضت النساء الرجال في العمل خاصة بالمناجم أو الأعمال الشاقة التي كان يمارسها الرجال، أصبحت المرأة تعمل في هذه المجالات. فهذه القضية هي قضية كذلك يمكننا أن نقول عنها أن الحركات النسائية ستكون هي المستفيدة من هذه الحرب وستحصل مجموعة من المطالب في هذه الحرب أو في ظل هذه الحرب وبعد هذه الحرب، بحيث تتحقق أغلب المطالب التي تطالب بها، وهي السيطرة الأنثوية على العالم، وتطالب بها الحركات النسوية في العالم أو الفيمينيست. هذا القانون سيخول كذلك الجيش الفرنسي تجنيد العمال بالشركات الخاصة والعامة، أو على الأقل الاستفادة من خبرات هؤلاء العمال في المجالات التي يحتاجها الجيش الفرنسي وفي التقنيات كفاءات التي يمكن أن يحتاجها الجيش الفرنسي، خاصة تقنيات مثلا مجالات التكنولوجيا وغيرها من المجالات الأخرى التي يستفيد منها الجيش الفرنسي. فالجيش بإمكانه السيطرة على عمال هذه الشركات والاستفادة منهم وجعلهم مجندين. هذه الحرب تجعلنا نخلص إلى النتائج التالية: أن العالم سيدخل في حرب عالمية ثالثة. فرنسا تعد لهذه الحرب، وهذا الاستعداد وهذا القانون الجديد هو دليل قاطع على أننا نقترب من هذه الحرب، وطبول هذه الحرب تقرع الآن بدءا من الهند إلى حدود الناتو الغربية وانتهاء حدود
حدود روسيا والصين من الجهة الشرقية. إذا نحن العالم الإسلامي الآن أين هو؟ أين موقعه من هذه الحرب؟ ما المواقف التي ينبغي أن تأخذها الدول الإسلامية العربية من هذه الحرب؟ وكيف يمكنها أن تخرج سالمة غانمة من بين أرجل هذين العملاقين المتقاتلين؟ إذا هي حرب عالمية ثالثة. كذلك سيكون المستفيد منها الحركات النسائية أو الفيمينيست. عموما المستفيد الأكبر من هذه الحرب هي القوى العالمية الخفية التي تحرك مثل هذه الحركات الشاذة أو مثل هذه الحركات الخفية كذلك التي لها أجندات عالمية. إلى هنا ينتهي هذا الخبر. نرجو أن تدعمونا بفعل الجرس والإعجاب بالفيديو ومشاركته. دعمنا بالتعليقات ديالكم كذلك. أعطونا الآراء ديالكم. السلام عليكم.